الحين خليكم من موضوع عادل. الحي أبقى من الميت. الرجال قاعد يتسكع من محطة لمحطة، مسافر ما شاف حد حتى يركبه أو حد ينقله، يروح يدفن أخوه. وأنكم اللي تمكنون فزعات، وأنا والله فزعت معاه، والله يا ريت يرجع يا ليت. الحي يبقى من الميت. شوفون أخوه، تواصلون مع أخوه، خلوه يروح يدفن أخوه. الرجال كل شوي ينزل مقطع قال أنا بمحطة والله ما أنا داري وين أروح. إذا فيكم رجولة، ولا بس رجولتكم بعد ما الإنسان يموت. إذا الإنسان مات ورحل عن الدنيا، تقوم هنا مراجلكم، وكل واحد يصير أرجل من الثاني. وأنتم قسما بالله العظيم ما تسون التالي من الغنم. كل أبوكم منافقين. اقسم بالله العظيم إنكم منافقين وما فيكم خير. تدري وش اللي قهر قلبي أنا؟ لما الرجال يكون نذل وخسيس وكل الرذالة فيه، وإذا شاف لك ترند رجال توفى يطلع يسوي فيها مراجل، وأنا والله بسوي وأنا كنت بسوي معاه، وهو نذل خسيس ما يطلع منها الريال. إذا كنت فيك خير تمام، هذا هو أخوي يتسلكع من محطة لمحطة وده يروح يدفن أخوه. روح دق سلف السيارة وروح افزع، بس ولا فزعتك بس أمام الشاشة. هذه حركات قديمة قد مشيناها وقد عديناها بصف سادس ابتدائي. والله ما فيكم خير، والله إني فيني غلب ما يعلم فيه إلا رب العالمين. على هذا الرجال اللي مات الله يرحمه، وعلى أخوه اللي قاعد يتسكع من محطة لمحطة، وشعب كله قايم ترند وناسين أخوه يتسكع. شوفوا صفحته هذه، هنا كل شوي ينزل مقطع قال أنا ما أدري وين أروح، أنا بالمحطة الفلانية أنا. يلمح لكم الرجال بدون شغل. إذا فيكم خير وقفون مع الرجال ذا، قبحكم الله من وقيه.